أصدقاء السلام عليكم ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الكرة مع عزيز. مباراة الوداد والترجي التونسي، مباراة الذهاب، والأجواء اللي غتكون فيها مباراة والاحتمالات اللي يمكن تكون فيها مباراة الإياب برادس. الوداد لعب مباراة الذهاب، مباراة لعبها بطريقة جيدة من ناحية التكتيكية وكذلك حتى من ناحية احتكار الكرة. فالوداد سيطر على أجواء المباراة، واللي ساعده في ذلك هو مدرب الترجي طارق ثابت، يعني باختياراته الدفاعية المبالغ فيها. لكن عادل الرمزي عرف كيفاش يخترق دفاع الترجي التونسي وخلق فرص للتسجيل، لكن الضياع ديال الفرص مشكل كبير بالنسبة لمثل هاد المباريات، واللي كانت غادا تكون يعني تاخذ واحد المنحنى اخر، كانت غتاخذو وتاخذ واحد الوجه اخر لو سجلت الفرصه ديال العملود او الشرقي البحري. كذلك يعني برزات الامكانيات ديال ابو سفيان، ضرب بوجه اخر ومغاير، واستطاع على انه يثبت الوجود ديالو كلاعب يمكن يصنع الفارق على المستوى خط الهجوم رغم الامكانيات الدفاعيه ديال لاعبي الترجي التونسي، واللي كانوا مضيقين المساحات بشكل مبالغ فيه. هذه حسابات الترجي والمدرب ديالو طارق ثابت، اللي دار تغييرات في الشوط الثاني عطات اضافه هجوميه من خلال المرتدات واللي شكلات خطوره على دفاع الوداد. كذلك كاين واحد المشكل بالنسبه لفريق الوداد الرياضي، هما مشكل ديال الكرات الثانيه او دوزيام بال، واللي ما استفدش منها الوداد طيله المباراه بشكل كبير. فخصو المدرب عادل الرمزي ياخذها بعين الاعتبار. مباراه العوده في ملعب رادس كيفاش غادا تكون وكيفاش غادا تجرى، شنو المشاكل اللي يمكن يواجهها فريق الوداد الرياضي. الا مشينا يعني فريق الوداد الرياضي خدا اختيار تكتيكي على انه تراجع للخلف وانه يحاول يدافع بشكل مبالغ فيه، فما كان ماشي في صالح فريق الوداد الرياضي وماشي في صالح المدرب عادل رمزي في هذه المباراه. فالمساحات اللي غادي ياخذوها اللاعبين الترجي الا خلاه الوداد يسيطر على المباراه غادي يقلب على ضربات الاخطاء والكرات الثابته. كنا كنعرفوا الترجي ولاعبيه كيتمتعوا بقامات طويله وكيجيدوا الارتقاء بشكل واضح. فكنظن الوداد الا كانوا مضيقين المساحات بشكل مبالغ فيه، هذه حسابات الترجي كنا كنعرفوها، والمدرب طارق ثابت اللي كيعتمدوا كذلك على الكرات الثابته والارتقاء عندهم يعني كيفوق لاعبي فريق الوداد اللي غيشكل علينا خطر كبير. فكنظن على ان الوداد خصو ياخذ المبادره وانه يحاول يحتكر الكره خصوصا في وسط الميدان. عندنا لاعبين كيجيدوا يعني التمركز وانتشار في رقعه الملعب بشكل جيد، نقدروا نسيطروا على المباراه ونحاولوا المباراه يعني ناخذوها لصالحنا اكثر من اننا نقلبوا على اننا ندافعوا بشكل كبير اللي ماشي في الصالح ديال فريق الوداد الرياضي. في المباراه العوده كما قلنا في ملعب رادس، الوداد خصو يعني ياخذ المبادره، هو اللي يسيطر بشكل كبير على مجريات المباراه، وخصوصا ان لاعبي فريق الوداد كيتمتعوا بالسرعه وعندهم يعني امكانيات يعني محترمه، امكانيات فرديه محترمه، وكنظن على انهم يمكن يصنعوا الفرق بالسرعه ديالهم ويحاولوا يباغتوا يعني فريق الترجي بهدف اللي غادي يعطينا واحد الامكانيات كبيره ويعطينا واحد الثقه في الامكانيات ديالنا، ويمكننا اننا نحاولوا نسيطروا على المباراه لصالح ديالنا. كذلك الوداد الا مشى حتى تراجع للخلف فكاين مشكل ديال اللياقه البدنيه اللي تقدر تاثر بشكل كبير على اللاعبين وحتى المدافعين، الظهير الايسر والظهير الايمن العملود، كنخص بالذكر العملود وعطيه الله. يعني لعبوا مباريات كبيره ولعبوا مباريات كثيره لعبوها مع على مستوى المنتخب الوطني وكذلك على مستوى الوداد الرياضي. بعض اللاعبين ديال الترجي ما قحمهمش المدرب طارق ثابت في مباراه الذهاب بشكل رسمي، فدخلوا احتياطيين. في المباراه هذه يقدروا يكونوا يعني رسميين، واختار كذلك طارق ثابت في المباراه الذهاب
حاول انه يريحهم، يعني يكونوا مرتاحين باش مباراة الاياب يحاول يقحمهم رسميا. فلاعبين ممتازين وكيتمتعوا بلياقه بدنيه عاليه. فخص اللاعبين ديالنا ان ديال الوداد انهم يتجنبوا الاخطاء، خصوصا قرب منطقه العمليات، ويحاولوا وسط الميدان ما يرتكبوش اخطاء في التمرير. فاخطاء ديال كنعرفوا حنا المرتدات ديال الترجي عندهم لاعبين سراع وضياع الفرص، عندهم نسبه قليله ما كيضيعوش الفرص. فخصنا نكونوا مركزين ونكونوا اننا ندومينيو اللعب لصالحنا، ونحاولوا اننا نزعزعوا الثقه ديال اللاعبين ديال الترجي التونسي. كما قلت احتكار الكره الوداد يقدر يحقق نتيجه ايجابيه. بالنسبه لاختيارات اللاعبين، عادل رمزي عدو لاعبين يقدر يبدا بهم ويكون يكونوا في كامل اللياقه البدنيه. شرط التركيز ديالهم يكون عالي، ويكون يعني يعطي اضافه ويعطي الاريحيه للاعبين ويعطي الثقه للاعبين، ويحاولوا يخرجوا بنتيجه ايجابيه. وشكرا.